النهارده ما شاء الله ده الجزء الثاني من تحضير اكبر اوردر اتطلب من عندنا. بصوا يا جماعه، في الجزء الاول حضرنا مع بعض البوكس ده، وحضرنا مع بعض البوكس بتاع الميك اب ده. في الجزء الثالث تعالوا نكمل باقي الاوردر ما شاء الله. واخدت كمان بوكس يارا، بس انا مش هاخدكم جوله في البوكس ده لانه ما شاء الله باقي منه كميه قليله جدا، السحب عليه حلو قوي، فهو بوكس لذيذ موت. كمان اخدت شمعة الرمان، وان شاء الله الفترة اللي جاية هعمل لكم كوليكشن خطير من الشموع. واخدت كمان بوكس التاتو، واخدت العرض بتاع اوفونا اللي هو لو اشتريتوا مقشر الجسم بالنيلة الزرقاء ومعاه ماسك الطمي هتاخدوا جل كعب الغزال هدية مجانية. وبصوا بقى الدلكة السوداني اخدت نوع اللي هو بالنيلة الزرقاء، واخدت نوع تاني اللي هو بورق الغار او ورق السدر. كمان اخدت زيت السعد. بصوا في حاجة هي طلبتها في الميك اب بس انا نسيت احطها، البرايمر بتاع مايت سينما بجزيئات الذهب. واخدت كمان ما شاء الله ملح الحليب الاماراتي، كمان واحد من معطر الشعر. واخدت مجموعة زبدة الشيا، المجموعة بتكون عبارة عن حمام الكريم وكمان البلسم وكمان الشامبو. واخدت كمان ديار الكرشي، واخدت كمان مزيل عرق ستارف. ما شاء الله يا جماعة بصوا ده احنا لسه كل دوت بنجهز في الاوردر. واخدت كمان نوعين من الدلكة السوداني اللي هي بالعكر الفاسي دم الغزال وبالبخور. واخدت كمان رول اون التشيز كيك. واخدت كمان ما شاء الله الباث بامب، طبعا طالما فيها باث بامب يبقى اكيد فيها املاح باديكير. واخدت كمان كبسولات فيتامين اي. وبس كده اخيرا نكون خلصنا الاوردر بتاعها ما شاء الله.